بكره يبقوا 50، بعد بكره بعد ساعه يبقوا 70، وندخل بقى في دوامه الدم ما نعرفش ابدا نخرج. ده سبب مجيئي مع زملائي الوزراء، ولما ضربت لحظه واحده قال احنا نكون منكم يعلم الله ان ما حدث سبب الم لكل مصر. يعلم الله ان هذا يعني احنا مخطط ان احنا نقول حته حته كده من الفتن، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القران عده ذكرها، ان شاء الله مصر ستكون امنه رغم كل المحاولات اليائسه وان احنا مصر يكون فيها ناس يحبوها وناس يحسن عليها، لان اذا قرأ اي حاجه في بلدنا ولا واحد فينا هيبقى له هي لما الدكتور منصور قال على هذا اللقاء انا كنت سعيد به خاصه في نهايه يومي، لان فعلا عندما اراكم اطمن ان هناك اشرار ان انا اعرفها رجال صدق الله معهم، رجال عندهم ايمان بالوطن، رجال عندهم اخلاق، رجال تحدوا الصعاب وكانوا السنة، رجال من الجرانيت صلابتهم زي الجرانيت، عندهم صلابة وعندهم انتوا بتتحدوا الجرانيت، وبالتالي انتوا بتتحدوا الصعاب واحنا بنقابل مرحلة صعبة جدا فيها تحديات جبال جرانيت، وبالتالي ان اهل اسوان سيكونوا في المقدمة في ناس لقد مسكتم جبال جرانيت. ودي حقيقة تاريخية، وإن شاء الله هنمسك أي كراهية في الحرب، أي كراهية. هو لسه الكراهية دي حاجة كده صغيرة لسه طالعة عندنا في أسوان، أنا بعتبرها كأن لم تكن. هنعلى على الجراحة، هنعلى على الكلام، هنعلى على الأحزان، لكن هنرجع وبسرعة طبيعة أهل أسوان، طبيعة أسوان النهارده العالم كله بيتكلم عن الإمارة فيه. انتوا عايزين تشيلوا لنا أسوان كمان من السياحة، يعني ما هو هي العملية تدبير وتدمير لكن ربنا كبير. طول ما احنا بنقول يا رب متوكلين عليه ومعتمدين عليه وقلوبنا شايلة إيماننا في قلبنا متوكلين على الله، محدش هيعرف أنا الحقيقة يعني سعيد بهذا اللقاء ومتشرف بهذا اللقاء، وفعلا احنا كنا بنعد انا ومعالي الوزير زياره، ولكن ان شاء الله هذه الزياره لن يعني مش هتتحسن. زيارتنا لاسوان جايه للتنميه، تنميه اسوان، تنميه جنوب الوادي احنا مركزين عليه، ولكن هذه زياره طارئه، ولكن يعني ليها مدلول كبير جدا. احنا معاكم قلبا وقالبا، احنا بنترحم واسمحوا لي ان احنا ناخد دقيقه احداث على كل اللي ماتوا النهارده بيد الفتش، ومش هنسيب الموضوع، مش هنساب طبعا في تحقيق على اعلى مستوى وفي لجنه عشان نشوف سيدنا ايه وازاي نعوض اهالينا ونجيب فعلا الذي زرع هذه الفتنه. وقال له لا، في قصص، لان ده بدأ من